علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. 16 أكتوبر 1975 اليوم اللي أعلن فيه الحسن الثاني رحمه الله بمسيرة خضراء سلمية واسترجاع أراضيه الصحراوية المغربية. ما كان على الشعب المغربي المناضل والمحب لوطنه إلا يلبي نداء الملك. كانت مسيرة شعبية ناجحة بكل المقاييس، لفتت أنظار العالم وتطوع لها 350 ألف مغربي ومغربية. من بعد شهر من المسيرة الخضراء قرر هواري بومدين اللي الاسم الحقيقي ديالو محمد بوخروبة مع وزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة باش يقوموا بهذا العمل الخبيث، هو طرد المغاربة من الجزائر من بين أسوأ عمليات الترحيل القسري في العالم العربي، واللي تقدر ب 350 ألف مغربي ومغربية، وهو نفس الرقم اللي كانت في المسيرة الخضراء. يوم 18 ديسمبر 1975 وفي أهم يوم عند المسلمين، يوم عيد الأضحى، بدات القوات الجزائرية كتدق على الديور من عسكر وبوليس وجندار، وفين ما كان شي مغربي ولا أصله مغربي كيخرجوه. وصلت بهم الحقارة أنهم يفرقوا الرجال على عيالاتهم والولاد على والديهم. كاين المرأة اللي كانت عاد ولدات حيدوا لها ولدها وجروها خرجوها، ذنبها الوحيد أنها مغربية. حتى السبيطارات كذلك ما سلموش من هذا الشيء وخرجوا المرضى، وكاين اللي يلاه دار عمليه جراحيه وبلا شفقه ولا رحمه، جمعوهم وخداوهم للكوميساريات وخشوهم في البنيقه على الضص بلا اكل وبلا شراب. في الصباح جمعوهم في الكاميونات العسكريه، وكاين اللي هزوهم في شاحنات الزبل اعزكم الله وديال السلعه، وصلوهم لاقرب نقطه في الحدود في معبر زوج بغال ولحوهم بطريقه بشعه ما راعوا فيها لا دين ولا جوره ولا الانسانيه. كاين اللي خلى الاضحيه ديالو معلقه، وكاين اللي ما عطاوهمش الفرصه حتى يلبسوا حوايجهم وخرجوهم بحوايج النعاس، وكاين اللي خرج حفيان كاع، خلاو املاكهم ورزقهم وجردوهم من كل ممتلكاتهم من فلوس وديور، وكان اللي عنده مصانع ومحلات، وصبحوا ما بين ليله ونهار الله كريم. من برا دخلت المدينه وكلينا معاهم وشربنا معاهم وعاونا هما الجزائريين، رقدنا المجاهدين تاعهم واعطيناهم المصروف المجاهدين تاعهم. بقوة الصدمة كاين اللي جاتو جلطة دماغية ومات. كيفاش هذا النظام ينسى بأن المغاربة اللي كانوا معاهم في جيش التحرير وجدودهم ماتوا في ديك الأرض لاستقلالها، وكيشكلوا 2% من الجزائر اللي كانوا في ديك الفترة 16 مليون نسمة. المغرب آنذاك عبأت لهم المدارس لإيوائهم، حيت زامن عيد الأضحى بواحد العطلة ديال 8 أيام، وداروا لهم مخيمات، تعذبوا في الصيف والشتاء وعانوا كثير، حتى قامت الدولة في دمجهم في المجتمع وفرقوهم على المدن المغربية وفرت لهم العمل، وكاين اللي وفروا ليه حتى السكن كذلك. فيهم اللي كان بالخيرات ديالو وصبح بين ليلة ونهار خدام عساس، وهذا كله بسبب نظام حاقد على الملك الحسن الثاني رحمه الله بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة. عمر هذه المسيرة الكحلة تنسى لأنها كتخالف حقوق الإنسان والتعاليم الإسلامية وتسببوا في قطع الأرحام، وهذه غادي تبقى وصمة عار ومحسوبة لهم في سجل تاريخهم.